مصيبة أقسم بالله. والكلام اللي أنا هقوله ده كلام خطير، والله العظيم كلام خطير أوي 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 أوي، وإحنا مش حاسين بيه. النهاردة ناشئين الزمالك بيتغلب 3 لا شيء من الاتحاد، وقبل منه الأهلي ب3 أيام لسه شايل مقاولين 3-0. النهاردة الزمالك بيلعب بالناشئين، والأهلي كان بيلعب بالناشئين من يومين. أكبر فرقتين في مصر ما عندهمش ناشئين، اكبر فرقتين في مصر، اكبر ناديين في افريقيا ما عندهمش ناشئين. الكلام ده خطير يا جماعه، وهيأثر على الكره المصريه بعد كده فيما بعد. احنا قدام شويه 3 4 سنين كمان يعتزل تريزيجيه وصلاح والناس الكبيره اللي موجوده في المنتخب دي ومصطفى محمد، كل الناس الكبيره اللي في المنتخب دي لما تعتزل احنا مش هيبقى عندنا كره في مصر، ولا هتلاقي منتخب خالص. لما الناشئين بتاعت اكبر ناديين اللي المفروض عندهم 17 سنه مش قادرين يجروا، رجليهم مش قادره، اكنهم العيال بيجروا في رمله. نفس الكلام ناشئين الاهلي. النهارده الزمالك منزل كام لاعب النهارده اشترك فوق ال 15 16 لاعب، ما فيهمش لاعب قاعد، لاعب حتى لاعب واحد يبان، ولا بينج ولا وينج رايت ولا باك ليفت ولا باك رايت ولا سترايكر ولا بتاع ده، ولا خط وسط ولا رقم 6 ولا ديفندر، ولا مفيش ولا لاعب النهارده يملى العين في فرقه الزمالك كلها. وكذلك الاهلي، انا ما بتكلمش اهلي وزمالك، انا بتكلم على مصيبه. والله العظيم اللي انا بكلمك فيه ده مصيبه. احنا المنتخب بتاعنا لما لعب بالصف الثاني قدام انجولا، ايه الزباله ده؟ ايه الخرا ده؟ ايه ده؟ مفيش كوره، مفيش كوره خالص. يعني تخيل كده، بعد امام عاشور وبعد تريزيجيه وبعد مصطفى محمد وبعد صلاح، محمد صلاح وبعد الشناوي وبعد، هتلاقي مين يلعب منتخب اول لما الناشئين بتوعك بالمنظر ده مش قادرين يجروا في الملعب؟ سيبك من الاهلي بقى، الزمالك شال 3 ويا ابو 3 ولا الاهلي ابو 3، احنا اقسم بالله بنتكلم في كلام خطير. اقعد كده بخيالك، اسرح بخيالك كده، انت كمان 3 4 سنين، كمان 5 سنين مش هيبقى عندك منتخب. انا ابني عنده 14 سنه، اقسم بالله فرده. والله ما عايز اوديه اختبارات. انا بكلم واحد قال لي هات 20,000 جنيه والعبه لك في نادي. والله العظيم كمان مره قال لي هات 20,000 جنيه والعبه لك في نادي. قلت له طب ما فيش اختبارات، ما فيش اي حاجه؟ قال لي يا عم هو مش بيمشي كوره وكده، هيتعلم كوره. الكوره عندنا بقت سمسره، اللي معاه فلوس بيلعب كوره، اللي قادر يصرف على الكوره هو اللي بيلعب. رخر ما فيش موهبه في ماتش الاهلي والزمالك، مش لاقي موهبه ولا ده ولا ده، وغيره. قيس على الانديه كلها بتاعت مصر. هات لي ناشئ دلوقتي صاعد، حتى الواحد يقول ده فيه صاعد زي لامين يامال مثلا. يا عم ربع لامين يامال. هات لي اسم لاعب انت شايفه في اهلي والزمالك في الناشئين اللي لعبوا دول ملأ كيفك كوره، مش هتلاقي. احنا ضايعين، والله العظيم اللي انا بتكلم فيه ده كارثه. انا سيبك من الاهلي والزمالك دلوقتي خالص، احنا بنتكلم على مستقبل الكره المصريه قدام. الكره في مصر خراب. الكره في مصر اللي معاه فلوس هو اللي بيلعب، اللي ما معهوش فلوس بالسلامه يروح يدفن. سلام.